الجزائر مهددة. الجزائر مهددة بالتقسيم أكثر من أي وقت مضى. اليوم أكثر من أمس، اليوم أكثر من أمس، وغدا أكثر من اليوم. إذن دعونا نفكر في مصير الجزائر، لأنني قلت هذا الكلام منذ سنوات، وهذا موش من وحي الخيال، هذا بناء على دراسة وتحليل ونقاش وفي مخابر ومراكز دراسات ومعاهد متخصصة. وأنا أسترق السمع من ناس يتكلموا، سمعت وش يقولوا، أنه فيه قائمة من الدول العربية تم إعدادها قبل عقود، قائمة من الدول تم إعدادها قبل عقود. هذه الدول يجب أن تقسم، يجب أن تجزأ إلى دويلات، إلى أقاليم، لأن شعوب هذه الدول شعوب متمردة، شعوب بربرية، يعني متوحشة، مزلط وتفرعين وناس خشان. من هذه الدول أو من هذه الشعوب؟ هذه الدول هي كالتالي: العراق وتم تحطيمه وتفكيكه نهائيا، اليمن وتم تحطيمه وتفكيكه نهائيا، السودان وتم تحطيمه وتفكيكه، ليبيا وتم تحطيمها وتفكيكها، سوريا وها هي تحطم وتفكك وتقاوم لآخر لحظة، وأخيرا الجزائر. 6